اهلا، عاملين ايه؟ انا جبت كوبايه الشاي بتاعتي يا جماعه وجينا نتناقش كده مع بعض. الاول طمنوني عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. الفيديو ده لما ينزل انا هكون قفلت السوشيال ميديا، محتاجه اقفلها الوقت من شهر شهرين، لسه مش عارفه قد ايه، بس محتاجه اقفلها الوقت. بس اوريدي في كميه فيديوز كتير قوي متصوره، في حد هينزل لكم الفيديوهات دي سواء يوميا او يوم ويوم، بس على الاغلب انه هيكون في شورتز يوميا لحد بس ما احس ان انا قادره ارجع بنفس الطاقه مره كمان. بس الفترة دي ادعوا لي بس ما تعدي على خير، وخاصة ان احنا فترة امتحانات خلاص، فانا كان لازم انه اقفل، فاعذروني. بقى ندخل في موضوع الفيديو. من الحاجات اللي جات لي كتير قوي ان احنا نتكلم على اهداف السنة الجديدة او طموحات السنة الجديدة. من ساعة ما بدأت السوشيال ميديا انتوا ولا مرة شفتوا مني الجانب اللي هو محبط او يائس او ايا كان، فاللي انا هقوله ده لا يدل على الاحباط او على اليأس. الفكرة عندي مختلفة. ليه لازم استنى سنة جديدة عشان احط طموحات واهداف؟ طب هل انا الطموحات والاهداف اللي حطيتها السنة اللي فاتت اتحققت اصلا؟ على الاغلب هيكون ان احنا متقسمين اجزاء، يا اما في جزء مننا حققها كلها، في جزء حقق 80% منها، في جزء حقق 50%، في جزء ما حققش خالص، في جزء بيحط بس اهداف لمجرد الاهداف وعشان الحماس واخده. وانا عندي نقطة هنا بينتهي عندها الموضوع تماما، هو قول علي رضي الله عنه: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا. خلص الموضوع هنا. ينفعش استنى سنة جديدة انا مش عارف اصلا هل انا هلحق اول يوم فيها ولا لا عشان احط اهداف للسنة كلها. وما ينفعش برضو ان انا استنى الوقت ده تحديد. الحقيقة ان احنا محتاجين نغير في نفسنا. لو انت ما حققتش حاجة السنة اللي فاتت فهو مش العيب في الاهداف او في الحاجات، انت العيب فيك. انت عندك مشكلة ما انت محتاج تصلحها، محتاج تقعد مع نفسك اكتر من كده وقت، محتاج تفهم ذاتك اكتر من كده، محتاج تعرف طريقة عشان تحقق بيها الطموحات دي، وتعرف اذا الطموحات دي اصلا كتيرة انها تحصل او انت صعب عليك تحققها في خلال سنة او لا. بلس انه انت مش محتاج لوجود سنة جديدة عشان تبدأ، انت تقدر تخترع كل يوم بداية جديدة. السنة والأهداف والطموحات والأحلام والبدايات وكل الحاجات دي حلوة قوي إن احنا نكتبها ونحاول إن احنا نمشي عليها، حلو جدا. بس هل أنا مستني لراس السنة عشان أحطها وأبدأ منها؟ طب هل أنا ضامن أنا هقعد أصلا لبعد دقيقة من دلوقتي؟ فبالتالي أنا محتاج أبدأ من الوقت اللي أحس فيه إن أنا عندي حماس أبدأ. أنا مش محتاج حاجة تيجي تخليني أبدأ، سواء اني اغير في ذاتي، سواء اغير في شخصيتي، سواء احط اهداف. بالنسبه للاهداف اللي ما اتحققتش من السنه اللي فاتت، وده الاغلب حصل معايا، هل انت قعدت مع نفسك وسالت نفسك قبل ما تحط اهداف للسنه الجديده الاهداف اللي انا حطيتها كانت كتيره عليا ولا لا؟ هل انا المشاكل اللي حصلت معايا عشان ما احققش الاهداف دي تتكرر مره كمان ولا لا؟ هل انا حليت المشكله بسبب تاخير حدوث الاهداف دي علشان احط اهداف جديده؟ هل انا في مقدرتي وفي وسعي ان انا احقق الاهداف دي اصلا؟ حاجات زي كده كتير قوي انت محتاج تحطها نقط على الحروف. مش محتاجين لحاجه تيجي تخلينا نبدا نتغير، احنا لازم نبدا نتغير لما احنا نحس ان احنا عايزين نتغير. المناسبات لا تعني بدايات جديده، اللي يعني بدايات جديده انك تكون قادر تتغير من جواك وتغير الحاجات اللي عملت مشاكل في التغيرات اللي قبل كده وخلتك لسه واقف مكانك. بدايه السنه الجديده هي ما هي الا مجرد رقم جديد، احقق حاجه في اللي جاي. هل بدايتي من راس السنه تحديدا؟ لا، قبلها، بعدها، اول ما تحس ان نفسك قادره انها ابدا فورا. المهم ان انت تكون اتعلمت من اخطاء الاهداف اللي انت حاططها، تركز على الاخطاء دي. اعيد لك السؤال المره المليون اللي انت محتاج تساله نفسك: انا ما حققتش الاهداف دي عشان هي اكبر من طاقتي، فانا كده بلعب في دايره غير دايرتي فلازم اغيرها، ولا لا هي قد مقدرتي بس انا كانت المحاوله بالطريقه دي غلط فلازم اغير المحاوله. برضو من الحاجات اللي كانت غريبه جدا بالنسبه لي هو موضوع المسج بتاعت ايه الاهداف اللي ممكن احطها للسنه الجديده. مش المفروض انا او غيري او اي حد من اللي موجودين سواء على السوشيال ميديا او بره السوشيال ميديا او اصحابك او دكاترتك او حد يقول لك ايه الاهداف اللي انت تحطها، لانه انت الوحيد اللي عارف انت عايز تحقق ايه في حياتك واهدافك غير اهداف الاخرين. بس ده وجهة نظري ببساطة عن موضوع اهداف السنة الجديدة، واتمنى اسمع ارائكم في الكومنتس. على فكرة من وقت للتاني هفتح اليوتيوب، بس اليوتيوب بقيت الابليكيشن اوريدي انا قفلتها، ممكن افتح بس اليوتيوب بس اشوف كومنتس اقراها.
انا الفتره دي يمكن محتاجه سبورت اكتر منكم، فتره امتحانات وضغط بشكل كبير قوي، وفي كذا حاجه مش الطف حاجه في الوقت ده يعني حاليا نفسيتي. بس يعني شكرا جدا 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 ان انتوا سمعتوا الفيديو ده للاخر، وهتلاقوا الفيسبوك والانستجرام بتاعي في الديسكريبشن وفي اول تعليق مثبت، واول ما هفتح السوشيال ميديا اكيد هدخل على الفيسبوك او على الانستجرام وهعمل هناك ستوريز. يعني اتمنى لما ارجع السوشيال ميديا الاقيكم بخير وسعداء، وكل يوم ان شاء الله في فيديو جديد وبس.